السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا من جديد على قناة مانياس كيتشن. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم طريقة تحضير خبز ديال البلبولة الرقيقة. تيجي زوين بزاف، تيجي لذيذ وهشيش وصحي، طريقة سهلة وبسيطة. الا جربتوا هذه الوصفة غادي تولي معتمدة عندكم ان شاء الله. وندوز باش نشارك معكم المقادير وطريقة التحضير. غادي نحتاجو 200 غرام ديال البلبولة الرقيقة. هنا خدينا واحد الاناء غادي نديرو فيها هاد البلبوله. من بعد غادي نزيدو عليها 600 مليلتر ديال الماء يكون مغلي، يعني يكون طايب بزاف. وغادي نديرو فوق هاد البلبوله هادي، خاصها تغطى كامله بهذا الشكل هذا. من بعد غادي نخليوها من 8 حتى ل 10 ديال السوايع. غادي نغطيوها ونخليوها من 8 حتى ل 10 ديال السوايع باش تشرب كاع داك الماء وترطب لينا. انا درتها في العشيه، يعني في الليل، وخليتها بات الليل كامل حتى الصباح عاد عجنتها. وكما شفتوا هذا هو الشكل ديالها، تتشرب هذاك الماء كامل وتتولي رطبه، تتجينا زوينه وسهله في العجين، يعني ما تحتاج تدلكوها بزاف لحقاش تولي رطبه. من بعد غادي نزيدو عليها 200 غرام ديال الفينو او السميد الرقيق. غادي نزيدو عليها كذلك 200 غرام ديال الدقيق الابيض. هنا غادي نزيد 100 غرام و100 غرام الاخرى، يعني نصف الكميه غادي نزيدها من بعد ان شاء الله. صافي هنايا من بعد ما درنا الدقيق غادي نزيدو معلقه صغيره ديال الملح. بالنسبه للملح تيبقى على حسب الذوق، كاين اللي تيبغي شويه مالح، كاين اللي تيبغي مسوس، ولكن من الاحسن ما تكثروش الملحه. هنا خديت واحد الزليفه، درت فيها معلقه كبيره ديال سكر سنيده او سكر حبيبات. زدت عليها 25 غرام ديال خميره الخبز. من بعد غادي نزيدو عليها شويه ديال الماء الدافي، وغادي نحركوها مزيان حتى تذوب ديك الخميره مع السكر. ومن بعد غادي نزيدوها على يعني الدقيق اللي عندنا اللي غادي نعجنو ان شاء الله. صافي هنا من بعد ما زدنا شويه ديال الماء الدافئ غادي نحركوها مزيان حتى تذوب ديك الخميره وتفاعل لينا. من بعد غادي نزيدوها على الدقيق. دابا غادي ندوزو نخلطوا هاد العناصر مزيان باش يتخلط لينا الدقيق الابيض مع داك الفينو مع البلبوله كذلك والملح. حاولوا تخلطوها مزيان. من بعد ما نخلطوها غادي نبقاو نزيدوا الماء الدافئ شويه بشويه وحنا تنعجنوا وحنا تندلكوها، يعني ما بين الاصابع وكذلك باليدين بهذا الشكل هذا. العجين خاصها تكون رخوه، ما خاصهاش تكون يعني قاصحه. صافي وغادي نبقاو غاديين بهذه الطريقه هذه وحنا تنزيدوا في الماء شويه بشويه الماء الدافئ وحنا تنعجنوها تقريبا واحد 5 حتى ل 10 ديال الدقائق. وانتم تدلكوها بهذه الطريقه هذه. كما شفتوا العجين راه جاريه، ما خصهاش تكون قاصحه باش يجينا داك الخبز رطب وزوين. صافي هنا من بعد ما عجناها مزيان بالماء غادي نزيدوا ليها داك 100 غرام ديال الدقيق الابيض اللي خلينا من قبل. غنبقاو نزيدوا شويه بشويه حتى تنكملوا الكميه كامله. صافي هنايا من بعد ما جمعنا العجين ودلكناها مزيان، هذا هو القوام اللي خصها تكون عليه، تتكون جاريه ما تتكونش قاصحه. من بعد غادي ناخذ واحد الزليفه غادي نديرو فيها شويه ديال البلبوله الرقيقه اللي حنا عجننا بها الخبز. غنزيدو عليها واحد شويه ديال الدقيق ديال الفينو باش غادي نحتاجوه باش غادي نقرصوا هاد الخبيزات ديالنا. صافي هنايا غادي نحاولوا نخلطوا هاد البلبوله مع الفينو بهذا الشكل. وغادي ندوزو باش نطلقوا الخبيزات ديالنا او نقرصوهم. هنايا غادي ناخذوا شويه ديال الدقيق يعني ديال البلبوله اللي حنا درنا، وغادي نديروه من الاسفل بهذا الشكل هذا. غادي ناخذوا واحد الكميه ديال العجين وغادي نديروا كويره بهذا الشكل ونحاولوا نطلقوها. بالنسبه للحجم ديال الخبيزات نتوما اللي تتحكموا فيه، بغيتوهم صغار او كبار حاولوا ما تطلقوهمش بزاف حتى يوليو رقاق بزاف، او تخليوهم غلاظ يعني يكونوا موين. هنا خديت واحد طبيسيل اللي غندير فيها هاد الخبيزات هذه او طبيله ولا يعني الطبق كي تنقولوا في المغرب. درت فيه واحد المنديل ورشيته من الفوق بالدقيق يعني ديال البلبوله باش نحطوا فوق هاد الخبيزات هادو باش ما يلصقوش لينا في السطح ديال يعني اللي تنحطوا فيه الخبز بهذا الشكل. وغادي نعاودو نزيدو شويه ديال الدقيق من الفوق ديال الخبيزات ونغطيوهم ونخليهم باش يخمروا. صافي غادي نبقاو غاديين بهذه الطريقه هذه
تنهز واحد شويه ديال العجين، يعني كميه ديال العجين، وتنطلقوها بهذه الطريقه هذه. حاولوا ديروا دائما شويه ديال البلبوله باش ما تلصقش لكم العجين. وهنا من كملنا الكميه كامله غادي نغطيوها ونخليوها حتى تيضاعف الحجم ديالها. صافي هنايا منين داز تقريبا واحد 40 دقيقه الخبز ديالنا خمر وضاعف الحجم ديالو. غادي ندوزو باش نطيبوه في الفرن اللي حنا سخنا من قبل على درجه حراره 170 درجه لمده 20 حتى 25 دقيقه في الوسط ديال الفرن. منين تشوفوه طاب من التحت حاولوا تطفيوه لتحت وشعلوا عليه من الفوق باش يتحمر كذلك من الفوق. وهذا هو الشكل النهائي ديالو، تيجي زوين بزاف محمر، تيجي لذيذ، والاهم انه صحي، وكذلك تيجي رطب من الداخل ومجعب. تقدروا تقدموه مع اتاي، مع شويه ديال الزيت وشويه ديال العسل، او كذلك تقدروا ترافقوه مع الطاجين او مع شما بغيتو. راه تيجي زوين بزاف، تيجي كله مجعب وتيجي كذلك مفروق بهذا الشكل وتيجي لذيذ. الا جربتوا هذه الوصفه غادي تولي ان شاء الله معتمده عندكم. ما تبخلوش عليا باللايك باش تشجعوني نزيد القدام ان شاء الله، وبارطاجيو الفيديو لتعم الفائده. شاركوا في القناه اللي مازال ما اشتركش، ونتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي، وخليتكم في امان الله وحفظه.